بصوا يا جماعه الاربع عمارات دول تقاطع شارع سعد زغلول مع شارع النبي دانيال. العماره دي وعماره ليان. لو عايزين تعرفوا مين هو ليان اكتبوا لي في التعليقات نعمل فيديو علشانه. والعماره دي والعماره دي هم دول اللي بيتم تطويرهم ضمن مشروع تطوير شارع النبي دانيال، لكن بقيه شارع سعد زغلول مش هيتم تطويره. بنتمنى طبعا انه يتم استكمال تطويره لانه من الشوارع المهمه والعريقه في اسكندريه. طبعا الحواجز موجوده هنا في نهايه شارع النبي دانيال، وده معناه ان التطوير بينتهي لحد هنا. وان كمان ان الشارع اللي بيكون ممشى هو شارع النبي دانيال، هو دلوقتي حاليا ممشى وما بتخشش العربيات فيه. هو بس شارع النبي دانيال. طبعا كان في كلام ان شارع سعد زغلول برضو مش هيكون فيه عربيات وهيكون ممشى. طبعا ده كلام مش صحيح. الشوارع العربيه في اسكندريه اللي هي موازيه لطريق الكورنيش ما ينفعش انها تكون كده علشان طبعا السيوله المروريه، فمش هيتم اغلاقه ولا هيكون ممشى زي شارع النبي دانيال، لكن شارع طبعا مخصص للعربيات. بنتمنى طبعا انه يتم تطويره الفتره اللي جايه. تابعونا علشان دايما تعرفوا كل جديد في اسكندريه. اخوكم مراد محمود.